السلام عليكم. شوفوا، هذا باص البراق مغرز له 3 أيام في صحراء الرويك، مدري يومين مغرز. المفروض انه اول ما يسألك واحد من انت قل له من اليمن وانا لله وانا اليه راجعون. اليمني غادي يشتي، يعني يشتي يخرج يسافر، يخرج من اليمن ما يرجعش، وعاد يتقايع بالطريق 3 أيام 4 أيام ويمشي صحراء. ما فيش صحراء بالعالم كله يمشوا بها بدون زفلت إلا باليمن. تخيل تمشات يوم بالصحراء وتغرز بالباص، وعاد يطلع واحد يقول لك يا حياتي يا أصل العرب. إيش من أصل العرب؟ إيش من طلي؟ هذا وضعنا، هذا هو حالنا. أكثر من 20 مليون يمني تحت خط الفقر، أكثر من 12 مليون يمني يستلمون الإغاثة من منظمات الغذاء العالمية. وين الفخر بالموضوع يعني؟ الرواتب مقطوعة لها 9 سنوات، الطرقات مقطوعة لها 9 سنوات. أصحاب تعز يسافروا 8 ساعات بدل ما كان يدخل من حوبة جولة القصر 5 دقائق، الآن يلفها 8 ساعات ومخاطرة. وتذكرة الطيران اليمني أغلى تذكرة بالعالم، يعني من الرياض لعدن ب1500 ريال، ومن الرياض للندن ب2000 ريال. يعني تخيلوا، حتى الطيران حقنا أغلى طيران بالعالم، والطريق حقنا أسوأ طريق بالعالم. ما فيش شعب يتجعجع هذه الجعجعة وعاد يطلع يقول أنا يمني وافتخر. ايش تفتخر؟ تمشي بأي دولة بالعالم 2000 3000 كيلو ما حد يقول لك وين سارح، وانت ببلادك تخرج وقال في 10 نقاط وين سارح من انجاك مو معك. الحديث اللي قال ان اليمنيين ارق قلوبا والين وافئدة، اعتقد انه كان يقصد اليمنيين بهذاك العهد، اما هذا العهد لا هم ارق قلوبا ولا هم الين افئدة. هذا وضعهم. رواتبهم مقطوعة لها 9 سنوات. ليش عادوا يفتخر اليمني يعني؟ عاد يطلع واحد يقول لك يا حياتي يا أصل العرب. إيش من أصل العرب؟ إيش من طلي يعني؟ إيش من وضع كارثي. بعد احنا محتاجين من ندور من يمدحنا بتيك توك ولا باليوتيوب ولا بفيديو نطلع ترند ونشغل الفيديو حقه ونفعله بالحالات والقصص ومدري إيش، ندور خبر يذكر اليمن. ليش يذكره بالمعاناة؟ تحياتي يا أصل العرب.